الوصل قادر يكمل؟ يمتلك مقومات انه يكمل ينافس للنهايه؟ يعني دوري الامارات نحن في الخمس ست سنين الاخيره علمنا ما يحتاج الى مقومات كثيره. ما يحتاج؟ لا يعني نحن في غير الموسم اللي طاف زين، يعني المواسم اللي قبله ما كان الاقوى اللي فاز بالدوري. دائما كان الاذكى، كان اللي يعرف يتعامل مع ظروف الدوري، مع التوقفات، مع المباريات. فاليوم الوصل هاي فرصته ان يكمل، ولكن يكمل ما نعرف الظروف اليوم. هل اللعيبه هذيلا بيمشون بنفس الروح اللي موجوده؟ ما في اصابات؟ كل هاي الامور، مستويات اللعيبه بتثبت على هذا الحال. كل هاي الامور انت ما تقدر تحكمها. ليش؟ لان نحن الحين عندنا توقفات، الحين عندنا اسبوعين او 10 ايام بنرجع عقب دوره الخليج شهر. كل هاي الامور متغيرات في المسابقه. الجزيرة باحثا عن الفوز، ثم يشهر الحكم علي حمد البطاقة الحمراء في وجه ألف. Red card, and it's very hard for me. And yeah, my whole life. The two red cards against Jazeera. I'm not like to play against Jazeera, but that time our team played very good. There in Abu Dhabi, you know that, and Jazeera to beat them there is difficult. We beat them in 285 minutes, 1-0. After the draw and I take red card, the last minute they score 2-1. It's very hard for me that time. I'm trying because also I like Al-Wasa. And when I saw they miss one player, أنا صاحي لهم وعيني عنهم مش غافلة، دارس طبعهم وفاهم قصدهم وجاهله. والله شوف، إذا بي فوز من دون أداء خليه برايح، يعني عادي، لأن أهم شيء 3 نقاط في الوقت الحالي. يما وفي أوقات يعني تلعب مباراة حلوة، يعني مباريات حلوة وما تسجل وما تحصل يعني 3 نقاط ما حتى يعني الفرق الثانية اللي يلعبوا وياها ما بسهلة، مو بعينة، أحيانا يجيك فريق هو اللي يفرض أسلوبه.
الوصل سجل 97 هدف في شباك الشباب، واليوم 3 أهداف كاملة ومحاولة موجودة وفرصة رباعية وصلاوية كبيرة، ليلة الصدارة. سر الوصل طبعا جماهيره، بعدين احنا يعني حاولنا نقترب من الفرق المتصدرة. أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح